انا ما زلت في معرض الرياض للسيارات النسخه الثالثه، والحقيقه الموضوع قلب احلام العصاري جدا، لان انا زي ما انتم شايفين انا ورايا عربيات فارهه كتير، لامبورجيني وهناك فيراري ومش عارف ايه. الفرق المره دي ان كل مفاتيح العربيات معايا، يعني كلها بلا استثناء. فطبعا لو كان حد قال لي ان انت سنه 2023 هتيجي مكان زي ده كله بوجاتي وماكلارين وفيراري وكل المفاتيح معاك وتطلع تجرب اللي انت عايزه، طبعا موضوع غريب جدا. طبعا انا سبت كل ده وعملت حاجه بقى تدل قد ايه انا شخصيه ممله، وهي ان انا عملت ايه، خدت المفتاح ده معايا، ولو تبصوا عليه ده لو يعني هو مفتاح كربون فايبر قديم مع زي ما تقولوا ايه ريموت كده شبه بتاع شارع دمشق اللي هو بتركبه ده، اللي هو بيبقى فيه وحده رفع للازاز. فلما هتبصوا كده هتلاقوا المفتاح ده كربون فايبر وعليه علامه لكسس. فتسالوا نفسكم هو انا ليه ممكن اسيب كل ده وامسك في المفتاح ده واطلع العربيه دي اجربها، عشان اهي العربيه اللي انا عايز اوريها لكم، لان مش كل الناس عارفاها والعربيه دي مهدور حقها خالص. اهو دي عربيه اسمها لكسس LFA من اساطير اليابان، عربيه اتعمل منها 500 نسخه بس، ودلوقتي بتتباع ب 3 مليون ريال. دي خلصت خلاص مفيش منها تاني، مستعمل يعني كل موجود مستعمل. تعالوا اعرفكم بقى انا ليه سبت كل حاجه ومسكت في المفتاح ده. من معرفتكم بتويوتا ولكسس هم شركات بتميل الى العمليه يعني في الهادي، كل حاجه في الهادي، كورولات، كامري، كلام من ده. يعني اي نعم هم عملوا السوبرا كانت دي عربيه يعني جت معاهم كده لطشت، بس جم في فتره كده اتجننوا وقال لك احنا عايزين نعمل عربيه سوبر كار تنافس الجماعه الالمان. فطبعا ما عرفناش ليه لغايه ما قرروا ان هم ينزلوا العربيه دي اسمها لكسس LFA، نزلت في 2010 وكان بروجكت غريب جدا جدا جدا، لان هو كان بروجكت خسران. العربيه دي عايز اقول لكم ان هي كانوا بيبيعوها اياميها مثلا من 400 ل 500 الف دولار تقريبا، وكان ده رقم بيخسرهم. العربيه دي كلفتهم اكتر من ما كانوا بيبيعوا بيه، فالعربيه دي اصلا كانوا كل واحده بيعملوها خسروا فيها. هم عملوا 500 نسخه بس، فهي عربيه حاليا ليها قيمه كبيره جدا وفيها تفاصيل بقى جباره. انا من العربيات اللي انا فاكر لما ايام ما نزلت كنت انا شغال ساعتها في مجله اوتوكار وشفت الريفيو وجالي صدمه من الصوت ومن الديزاين ومن حاجات كتيره جدا. فهاخدكم بقى لفه في العربيه دي افرجكم على التفاصيل، لان هي تفاصيلها انا مش مصدق اصلا ان انا حاليا بعمل فيديو عنها. دي عربيه بقول لكم 500 واحده في العالم. قلبي يما. بصوا اول حاجه عايز اكلمكم عليها في العربيه هي تصميم. يعني بصوا التصميم بتاع العربيه مش زي اي حاجه تانية. هي يعني مبدئيا هي عربيه كرسيين، موتور قدام ودفع خلفي، فهي زي ما تقولوا جي تي كار بس بطبع الاكزوتيك. يعني عربيه زي كده مثلا دلوقتي ال 12 سوبر فاست والحاجات دي بس على اياميها. الشاسيه بتاع العربيه ده كله معمول من الكربون فايبر، وزي ما تشوفوا بقى ايه العربيه معموله خصيصا ان هي كايروداينامكس تبقى جباره. زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا فتحات في الكبوت وفتحه هنا. اتطورت العربيه دي على النيربرجرينج بشكل كبير جدا جدا. وطبعا لما تيجوا تبصوا من الجنب هتلاقوا في فتحات اصلا ورا هنا في الرفرف. نفسي اعرف هي معموله ليه اساسا، لان الفتحات دي هي الموتور قدام بس هي في حاجه في الموضوع بس انا مش عارف ايه هو. وبعدين طبعا لما تيجوا تبصوا عليها من ورا الديزاين بتاعها من ورا تحسها اساسا عربيه ميد انجن. هتلاقوا في شبك تحت، يعني المنظر ده عاده بيديك احساس الميد انجن، بس هي الموتور بتاعها قدام بس ورا العجل. لسه هوريه لكم. وطبعا زي ما انتم شايفين فيها 3 شكمانات. انتوا مش فاهمين الشكمانات دي بتطلع اصوات عامله ازاي، لان الموتور ده اتطور. انا عايز اوريكم الموتور معلش. هو اتطور مع ياماها، عارفين ياماها بتاع الموتوسيكلات، هم كمان طوروا الموتور ده مع العربيه. بس انا بقى اشوف انا هعرف افتح الكبوت ولا لا اصلا، لان انا ما لا افقه شيء في هذه السياره. هي انا لقيت الزرار اللي بيفتح الشنطه اهو، الكبوت اهو. يعني انا كده فتحت الكبوت، هو ده زرار الكبوت بس ما سمعتوش بيتك. لا فتح، بيفتح في هدوء. الياباني بقى والكواليتي بتاع الياباني. بصوا بقى، بصوا انا مش مصدق اصلا. انا بصوا الكبوت كربون فايبر كله، انا ماسكه بصباع. بصوا الموتور ده بقى مكتوب عليه هاند بيلت باي لكسس. طبعا ملوش حتى ستراتس تمسكه عشان العربيه تبقى وزنها خفيف. الموتور ده بقى كام سي سي بقى هقول لكم. بس خلونا نقفل الكبوت الاول عشان انا خايف اصلا. انا حاسس ان انا ماسك حاجه مسؤوليه. الموتور ده بقى 4800 سي سي 10 سلندر ان ايه. يعني هو 4800 10 سلندر ان ايه، بيطلع 560 حصان وبيرفل 9000 لفه. طبعا العربيه دي بتتسارع من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني ونص، وبتجيب توب سبيد قرب 330 كيلو في الساعه. فكانت حدوته، يعني حاجه غير متوقعه من لكسس خالص. ولغايه النهارده العربيه دي سعرها عمال يزيد يزيد يزيد، بالرغم ان هي وقت ما كانت بتتباع اتظلمت، بس دلوقتي الناس فهمت قيمتها عامله ازاي. فانا لسه هسمعكم صوتها، انا مش مصدق والله العظيم. المفتاح اهو، المفتاح اهو.
هاخدكم بقى في جوله مع العربيه من جوه. دي حاجه مش هتلاقوها في اي حته، خلي بالكم عربيه زي دي صعب ان انتوا تشوفوها من جوه اصلا او تقعدوا فيها. انا مش مصدق ان انا بقعد في العربيه دي. كربون فايبر كلها، لو بصيتوا حتى المايك وقع، استنى. كربون فايبر كلها، ركبت المايك تاني. كربون فايبر كلها، لو بصيتوا على العتب كله كربون فايبر. نقفل بس على نفسنا عشان اوريكم الهبل الاسود اللي احنا فيه. من اجمل الانتيريورز والكراسي والتفاصيل اللي تشوفها في حياتك. خلي بالكم في عربيات لكسس بتنزل دلوقتي بتشوف الانتيريور شبه ده، بس ده لما نزل في 2010 ما كانش اللكسس شكله كده خالص، فكانت فيوتشرستك سابقه زمانها بشكل كبير جدا جدا جدا، وفيها تفاصيل كتيره جدا. عايز اقول لكم هي من اوائل العربيات اللي فيها ديجيتال ديسبلاي. الديجيتال ديسبلاي بتاعها معمول ليه بقى؟ مش عشان مثلا رواشه او حاجه، لان من كتر ما العربيه بترف بسرعه، يعني الرف بتاعها فري رافنج وسريع، بيقول لك الار بي امات العاديه ما كانتش هتلحق تواكب الموتور، فعشان كده عملوا شاشه علشان يلحق يطلع بسرعه مع الار بي ام من كتر سرعته. انتوا متخيلين العباطه اللي احنا فيها؟ وتفاصيل بقى كتيره جدا مختلفه، زي ما انت مثلا بتختار من هنا السبورت مود والنورمال والوات، بتدور العربيه اصلا من الطاره، بتحط المفتاح وتدور من هنا. فانا العربيه دي بعشقها. وفيها ورا دي، بصوا دي الف ايه رقم 118. فطبعا هي انتوا مش فاهمين، يا جباره يعني. انا مش مصدق ان انا قاعد جوه الحقيقه. واللي يثبت لكم كلامي وياكد لكم قد ايه العربيه دي اهتموا فيها بالتفاصيل، زي ما قلت لكم العربيه دي كانوا بيخسروا فيها، على قد ما هي كانت بتتباع تقريبا بنص مليون دولار لما نزل، تقريبا من بين ال 400 لل 500 يعني، الا ان كان كل عربيه بيبيعوها بيخسروا فيها. يعني كان بروجكت خسران وهم عارفين، بس ما فرقش معاهم، قال لك عشان نعمله. فانا بقى احب العباطه دي. بروجكت خسران دخلوا بيه للسي او، قال لهم يلا يا جماعه مبروك، حفنا من المتخلفين، بس طلعوا حاجه في كتب التاريخ كله بقى في اللي جاي ده هسمعها لكم. خليني اقول لكم بقى ان دي اللحظه الاهم في الفيديو كله، وهو فكره انك تسمع صوت العربيه اصلا. فادور، بصوا بتحطوا المفتاح كده الاول وتفتح الكونتاكت، وبعد كده تدوس بقى. اسمعوا بقى الصوت ده. V10 4800 بيرف ل 9000 لفه. الكلام ده في 2010. انتوا متخيلين الجمال؟ انتوا لو سمعتوا صوت العربيه دي مش هتصدقوا. اسمعوا بقى. من اجمل الاصوات اللي اتعملت في تاريخ صناعه السيارات اللي في العالم. في اللحظه دي انا مش قادر اطلع اختم، انا هفضل قاعد جوه شويه. فحبيت بس ان انا اسمعكم صوت العربيه واقول لكم ان دي من اجمل الحاجات اللي انا عملتها في حياتي. يعني دي كانت حاجه كده نفسي اعملها، عملت عليها تشيك خلاص. انا كده جربت اللكسس الف ايه، انا مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا.